يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اخيرا بقى لي نص ساعه بلف في وسط البلد حرفيا. كان نفسي ابدا لكم الفلوج من وسط البلد بقى وميدان التحرير وكده، ولكن اول ما طلعت لقيت كميه امن مركزي كتيره جدا واعلام اسبانيا ومصر بقى وكده، فادركت وركزت ان في زياره بتاعت ملك اسبانيا حاليا، هو وملكه اسبانيا، فحرفيا يعني في كميه امن كتير قوي يعني، فما رضيتش اطلع التليفون واصور بقى وكده. يعني قلت عايز ابيت النهارده في البيت، لان انا كنت قعدت بره لهم بقى بتصور ليه وفلوج بقى والكلام ده. المهم احنا خلاص وصلنا المكان، جبنا المقلايه بتاعتي. شكرا. فطار بسيط من جد. جبت فطار برد بقاله كتير قوي انا ماشي في الشارع حرفيا. نخش ناكل بقى واقول لكم احنا رايحين فين اصلا. يعني المكان ده بستريح فيه جدا، وغالبا يعني لما ببقى عايز افك واطلع بره البيت باجي هنا دايما. انا بقالي فتره طويله بقالي اكتر من شهرين مثلا او شهر ونص. الدنيا مش تمام بسبب ان انا تقريبا الميعاد الروتيني بتاعي او اليوم الروتيني بتاعي هو نفس الشكل في البيت. ببقى بصحى الصبح، اصلي الفجر وابدا مثلا اليوم بتاعي، بذاكر على المكتب، بتعلم على المكتب، اي حاجه بعملها حرفيا بتكون على المكتب. فاتخنقت يعني، الموضوع بيكون شويه رخم، فكره ان انت اصلا ما بتغيرش المكان اللي انت قاعد فيه. لو الاكتيفيتي بتتغير بس انت برضه لازلت قاعد في نفس المكان، فالموضوع رخم شويه. وده نوعا ما بدأ يأثر على انتاجيتي، بقيت احس ان انا مش عايز اعمل حاجه، مخنوق وانا بعمل حاجه، بتنقل من حاجه لحاجه في اليوم بتاعي. مثلا كنت بذاكر حاجه وهبدأ اذاكر حاجه تانية، حاسس ان انا مش بعمل حاجه فرق جديد، انا قاعد في نفس المكان بس هعمل حاجه جديده، وتسويف وتضييع وقت وشويه ضيقه كده. فالموضوع بالنسبه لي كان خلاص هو ترجمه لان الروتين اللي انا بعمله دايما بنفس الشكل في نفس المكان ده لازم يتكسر. فقررت ان انا انزل النهارده. المهم فجبنا فطار. ايه الفطار بقى اللي جبته؟ جبت من جد جبنه بقليه تمام وطعميه كيري. يعني هم اوردر غريب شويه، بس خلينا نشتغل فود ريفيور دلوقتي. نبدا بالطعميه كيري تمام. والسندوتشين اصلا يعني لو انا كمؤمن اشك ان انا اقدر اكمل. مركونين بقالهم كتير، مش تقريبا بقالي ساعة بلف في وسط البلد. كل ما تسأل حد بيوديك على المكان. عارفين سألت حد عايز اروح شارع الشيخ ريحان، فقال لي خد يمين في شمال. مشيت شوية بعد كده سألت حد قلت له عايز اروح شارع الشيخ ريحان، قال لي خد شمال في يمين. فتحس ان بيديك اوردر عكس بعضه، فانت تلاقي نفسك في الاخر عمال تلف. سندوتش الجبنة السايحة حرفيا يعني نسي ان هو جبنه سايحه ورجع بقى جبنه عاديه خالص. بقاله كتير مستني يعني. فيعني اسوأ اوردر ممكن اكون جبته من جد، بس بسبب انا يعني انا اللي اتاخرت على ما اكلت. بس تمام يعني، نحاول نستمتع، نحاول نمشي اليوم. طبعا في حاله ان انا كنت كلت الساندوتش بالجبنه السايحه ده وهو لسه سايحه يعني، ما فيش شده بقى كده واسترتش بتاع الجبنه بقى وكده. طبعا ما فيش اي حاجه من الحاجات دي دلوقتي. جبت اسبريسو عشان خاطر نبدأ اليوم. طبعا سكر بقى عشان انا مش هينفع كده. لو الواحد بيشرب الاول الوش عشان خاطر بقى الوش الكريمي بتاع الاسبريسو حرام وما يضيعش ومش عارف ايه وكده، بس لا يعني انا مش هقدر. الواحد انا كمؤمن ما بقدرش استحمل الدرجه دي من مفيش سكر خالص بيبقى صعب. مشكله الاسبريسو معايا ان انا بعد 2 باكت سكر بيبدأ يبقى يعني اعرف اشربه. الموضوع بيبقى صعب قوي. الناس اللي بتشرب من غير سكر دي بجد عندهم قدرة تحمل جامدة. في حاجة كده بقى لي فترة ملاحظها وعايز اغيرها يعني، بس خلينا نتكلم معاكم فيها في الفلوج ده. فكرة ان انا غصب عني الفترة اللي فاتت في الفيديوهات اللي نزلتها ببقى ملتزم بسكريبت معين يعني. الكلام ماشي حسب السكريبت، فطبيعي ببقى مش بطبيعتي، مش اللي بيجي على بالي بقوله. فبحسسني نوعا ما ان انا مش بظهر بشخصيتي العادية او الطبيعية. ان فكرة ان انت ماشي على سكريبت فهو الكلام روتيني شوية. فقلت اما اجرب من اول فيديو ده فلوج، طبعا لازم يكون عادي يعني مفيهوش حاجة، بس من خلال الفيديوهات الجاية
اجرب ان انا ابدا بس اكتب نوت للنقط الاساسيه اللي انا عايز اتكلم فيها، وما مشيش بسكريبت. يعني مش هكتب سكريبت للفيديو، مش هركز بقى على فكره ان يكون الفيديو فيه هوك في الاول ومش عارف ايه عشان المشاهد يكمل لاخر الفيديو والكلام ده كله اللي هو بتاع اليوتيوبرز ده، ماليش دعوه بيه. انا هتعامل بطبيعتي واخلي السكريبت من قلبي اللي يطلع هتكلم فيه واقوله معاكم. فيعني انزلوا قولوا لي رايكم في الكومنتات الكلام ده، يعني شايفين ايه؟ شايفين ده افضل ولا فكره ان انا ابقى ماشي بسكريبت في الفيديوهات؟ هو انا قبل كده كنت بكتب سكريبت بسبب ان انا عايز اكون حريص وانا بوصل لكم المعلومه ان هي تكون كامله، وان لو في اي فكره جت في دماغي ادونها خلال الفتره اللي انا ببقى من ساعه ما الفكره جت لحد ما بشتغل عليها. فده بيخليني نوعا ما عشان ما انساش او ان انا اسقط حاجه ان انا اكتب سكريبت، لان لما بكتب سكريبت خلاص كل الحاجات اللي في دماغي اللي انا عايز اقولها موجوده في السكريبت، مش هنسى حاجه. فهو كنت ببقى قلقان بس ان انا انسى حاجه او ان انا اسقط معلومه، فبكتب سكريبت يعني. بس الفتره الجايه احاول ان انا اركز على يكون في نقط اساسيه في كل فيديو اكتبها بس في اي ورقه او حاجه جنبي كده، ومش لازم سكريبت عشان خاطر نبقى على طبيعتنا كده وتعرفوني واعرفكم بشكل افضل. يعني هو ده الفيو هنا ما شاء الله، يعني مكان جميل صراحه. هو الكافيه هنا فيه ميزه جامده ان هو واخد الجاردن بتاعه فاوندر ورك سبيس، تمام، وعاملها الكافيه. فهو ميزته ان هو القعده بتاعته زي ما هتشوفوا الصور كده اللي عارضها لكم دلوقتي وانا بتكلم، القعده بتاعته وهي قدام الجنينه بالظبط. فانت بتبقى قاعد في مكان مش بعيد عنك في القاهره، يعني حرفيا مثلا نص ساعه تكون وصلت ليه. والمكان بقى جميل ما شاء الله، الجنينه بتخلي جو كده في المكان وانت قاعد، والمكان هادي جدا لان الشارع اصلا نجيب ريحان مش زحمه، يعني مش الشوارع بتاعت وسط البلد الزحمه اللي بيكون فيها دايما ناس معديه وصوت بقى عربيات وكده. فالمكان هادي زي ما انتم سامعيني كده، تمام. في مكان حلو ان انت تقعد تذاكر وتركز، وبيفتح بدري. يعني يا جماعه بيفتح بدري دي حاجه جامده قوي. انا بالنسبه لي يومي بيبدا من بدري، بيبدا من 5 الصبح مثلا. ففكره ان انا مكان ابقى عايز اروح اقعد فيه هو بيفتح الساعه 10 ولا بيفتح الساعه 11 بتكون رخمه. انا بالنسبه لي بيبقى اليوم خلص، والوقت اللي انا عايز اطلع فيه انتاجيتي وطاقتي وحاجات كتيره جدا اكون خلصتها في الوقت ده، هو اليوم خلص يعني. فاللي هو هنزل اعمل ايه؟ فهو هنا المكان بيفتحوا الساعه 8 في اغلب ايام الاسبوع، الا الويك اند يعني بيفتحوا متاخر شويه 10، بس اوفرول يعني بدري 8، يعني اللي هو على ما تصحى كده وتظبط نفسك وتنزل يا دوبك توصل هنا. ده مش اعلان ولكن انا بحبهم فعلا، يعني ببسط لما بقعد في مكان اكون مبسوط فيه ومستريح فيه، وبحب كل الناس اللي اعرفها اللي بحبها اعرفها لهم. ف يعني اتكلمت مع الناس اللي تعرفني تقريبا كلهم، رشحت لهم المكان هنا ان هم يجوا يقعدوا فيه. فديني بقول لكم انتوا كمان اسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن، وما تيجوا صوروا لي وقولوا لي تجربتكم كانت عامله ازاي. خلصت في الكافيه وطالع رايح اجيب حاجات. هجيب ايه بقى؟ الماوس بتاعي بتاع اللابتوب باظ، في مشكله حاليا يعني. البكره بتاعتي دي باظت. طبعا البكره مهمه جدا في الشغل كله، اذا كنت بشتغل مونتاج او برامج السوليد وورك والحاجات بتاعت الكليه او عامه، يعني البكره مهمه. في حاجات موجوده في دريم او في بي تك مش فاكر والله. المهم ان انا هروح اشوفه، يعني ممكن اجيب واحد. وصلت دلوقتي بس هم في 2، في واحد 1000 دي بي اي، في واحد 1600 دي بي اي. فغالبا يعني اجيب ال 1600 بيفرق معايا السنسور في المونتاج والحاجات دي. انا حاليا بكسر الرعب الاجتماعي اللي عندي بصورة في المترو. دي حاجه جامده جدا يعني. انا في العادي ما بعرفش اصور في الشارع مش في المترو بس. خلاص كده الفلوج خلص. اتمنى تكونوا استمتعتوا معايا النهارده. عملنا حاجات كتيره قوي بس يعني ايه، كان يوم ممتع. صورنا فيديو هتشوفوه طبعا، معرفش الفيديو ينزل الاول ولا الفلوج ينزل الاول، بس يعني تابع عشان خاطر تشوف كل جديد. وسلام.